السلام عليكم. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يلا بقى نخش على الوصفة بتاعتنا القمر النهاردة. معايا فرخية بلدي. زي ما انتم شايفين منضفاها حلوة قوي، ومفرغة بين اللحم والجلد بتاعها عشان هنعمل لها تتبيلة حلوة قوي. ومعايا حوالي نص كيلو كبد وقوانص، ومعايا يعني طبقين بصل مبشور. آه هتشوفوني هعمل بيهم ايه. ومعايا فلفل الوان، طبعا ده مفرزاه عامله لكم فيديوهات قبل كده. ومعايا ملح، ومعايا بهارات فراخ، ومعايا شويه قرفه، ومعايا شويه فلفل اسود، ومعايا ليمونه. مش هكتر عليكم في الطريقه، انتوا هتشوفوا الخطوات واقول لكم حاجه حاجه. اول حاجه الطبق اللي فيه بصل مبشور حبه صغيرين دول، هنحط عليهم من البهارات كل حاجه نص معلقه. نص معلقه ملح، نص معلقه فلفل اسود، بهارات فراخ، قرفه. عايزه اقول لكم القرفه هتدي طعم حلو قوي في الفراخ المحشيه. النهارده هنعمل فراخ محشيه بالفريك روعه. وهنعصر ليمونه كده. ده ليه؟ عشان خاطر هنملح بيه او هنتبل بيه الفرخيه بتاعتنا قبل ما نحشيها فريك. عايزه اقول لكم من احلى اقول لكم ايه من احلى طريقه تعمليها لاي عزومه عندك لحشو فراخ. فراخ بلدي، فراخ بيضة، حمام، اي وصفة عندك عايزة تحشي بيها، خليكي في وصفة في الطريقة دي هتعجبك قوي قوي قوي. طبعا البهارات مش كتير ولا حاجة، هو ملح وفلفل وبهارات فراخ والقرفة. عايزة اقول لكم القرفة ما بتبقاش مدية طعم قرفة خالص. للناس اللي بتقول لا قرفة، لا بتدي طعم قرفة، لا خالص، بتدي تيست وطعم حلو قوي مع الفراخ المحشية. زي ما انتم شايفين انا دعكت البصلية اللي في الطبق ده مع نص معلقة من كل حاجة من البهارات. وقعدت يعني اتبل الفرخية من جوه من كل حتة فيها. زي ما قلت لكم طبعا الفراخ بنغسلها. هقول لكم تاني غسيل الفراخ. بغسلها بدقيق وليمون وملح، دقيق ليمون ملح. ده غسيل الفراخ بتاعي، تمام. وفرغت الجلد بين، يعني فرغت الجلد بعيد عن اللحم عشان خاطر املح الفرخية حلوة قوي. زي ما انتم شايفين انا كده تبلت الفرخية بتاعتنا. طبعا انا مستخدمة نص كيلو كبد وقوانص عشان انا عايزة الفريك بتاعي يبقى مليان من الكبد والقوانص، عشان خاطر هناكله مع الفرخية. يعني مش هعمل اي حاجة مع الفرخية الا هو الفريك. تمام كده خلاص. بعد ما تبلت الفرخية، يلا بقى نروح على البوتاجاز بتاعنا ونشوف هنشتغل نعمل ايه. جبت حلة حطيت فيها شوية من الزيت، هحط فيها معلقة من السمنة البلدي. آه مش هقولك لازم سمنة بلدي، هي السمنة البلدي بتدي طعم حلو قوي للحاجة المحشية. وزي ما قلت لك الطريقة دي احشي بيها حمام، احشي بيها فراخ بيضة، احشي بيها سمان، احشي بيها اللي نفسك فيه احشي. دي طريقة الفريك، حشو الفريك روعة قوي. طبعا انا جبت الفريك نقيته وغسلته حلو ونقعته. اهم حاجة لازم ننقع الفريك، تمام. بعد ما حطيت الزيت والسمنة هنزل بالبصل والفلفل الالوان. عايزه اقول لكم الفلفل الالوان بقى بيدي طعم مسكر قوي 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 للفريك بتاعنا او حشوة الفراخ، تمام. هنقلب البصلة بقى مع المادة الدهنية بتاعتنا مع الفلفل مع كله كده لحد ما يدبل معانا. وبعد كده هننزل بالكبد والقوانص. زي ما قلت لكم انا عامله النهارده نص كيلو كبد وقوانص. مش عايزه تعملي الكميه دي، انا بديكي فكره بس للطريقه، وانتي الكميه بتاعتك براحتك خالص خالص خالص. انا حاطه نص كيلو كبد وقوانص عشان زي ما قلت لكم انا هعمل نص كيلو فريك. هحشي الفرخيه واللي هيتبقى هناكله مع الفراخ، تمام. هتشوفوا معايا كل حاجه. هنشوح بقى الفراخ مع البصل والفلفل كل حاجة. وبعد كده ننزل بالبهارات بتاعتنا الباقية. احنا خدنا نص معلقة حطيناه في التتبيلة بتاعت الفرخة، وباقي البهارات كلها نزلت بيها هنا. هنقلب بقى البهارات حلو كده لحد ما الكبد والقوانص تخش على ايه، على نص سوا. اول ما تخش على نص سوا هنجيب الفريك بقى اللي احنا غاسلينه ونقعينه، وهنشوف هنعمل ايه. اهو الفريك ده فريك طبعا بلدي. بصوا انا منقياه وغسلاه ونقعاه. ده نص كيلو. زي ما قلت لكم هحشي بيه الفرخيه واللي هيبقى هناكله. اهو بصوا. عايزه اقول لكم الريحه تحفه.
ريحة التتبيلة كده يعني البصلة مع الكبد والقوانص مع الفلفل مع شوية البهارات اللي حطيناهم، الريحة تجنن. يلا بقى ننزل بالفريك بتاعنا. مفيش اسهل من كده. عايزة، في ناس ما بتحبش الفريك بنفس الخطوات دي بالظبط وحط رز، يعني بدل ما تحطي فريك حط رز، بس طبعا الرز بتاعنا المصري ما بننقعهوش، هنحطه كده يعني. لكن الفريك انتوا عارفين بياخد سوا كتير، فانا لازم انقعه عشان خاطر انا هسويه ربع تسوية. طبعا دي مية مغلية معايا من الكتل، حطيت يعني هسويه نص تسوية، نص تسوية للفراخ. وبعد كده هاخد الكمية اللي هحشي بيها الفراخ وهنزل بمية مغلية تاني عشان الفريك يكمل سواه عشان ناكله مع الفراخ. هتشوفوا معايا كل حاجة. طبعا هندوق الملح بتاعنا، لو محتاج ملح هننزل تاني. انا هنا لقيته عايز شوية ملح تاني. اهم حاجة لازم تظبطي الرز بتاعك او الفريك او الحشوة اللي انت بتحشيها عشان يطلع معاكي مفلفل وحلو. لو الحاجة الرز او الفريك دلع معاكي هتلاقي الرز بتاعك معجن او الفريك، فلازم تظبطي الملح بتاعه. خلاص كده بعد ما ظبطت الملح وخدت الشوية اهو. بصوا انا دي مش الكمية كلها، لا انا بحب اخد شوية كده احشي بيهم الفرخية على قد الفرخية بالظبط، على اساس ان ما يبقاش مني حاجة، عشان لو خدت الكمية كلها هتتزفر مني من الفراخ مش هتبقى حلوة للاكل. فانا بحب اخد كمية كده احشي بيها الفراخ بتاعتي او الحمام، والباقي حطيت له شوية مية سخنة وسايباه يكمل السوا عشان نقدمه مع الفرخية بتاعتنا. طبعا دي فرخية بلدي، عايزة تعمليها بفراخ بيضة بحمام براحتك خالص. اهو زي ما انتوا شايفين هنحشي. طبعا احنا سوينا ايه، نص تسوية او 3/4 سوا، تمام، بشوية المية اللي احنا حطيناهم. وزي ما انتوا شفتوا المية انا حطيت يعني حوالي كوباية مية على نص كيلو الفريك، لحد ما تشرب معانا خدت الكمية وحشيت بيها. طبعا مش هنحشي الفرخية قوي، بصوا زي ما انتم شايفين انا بشوف وهسيب شوية ليه، عشان لما الفرخية بتاعتي تنزل في الشوربة بتاعتها تكمل سواها، الفريك يكمل سواه وما تفرقعش معايا. انا هتشوفوا الفرخية النهاردة هتطلع معايا سليمة، ما فيهاش حتة مقطوعة ولا مفرقعة ولا اي حاجة. وهقول لكم على خطوة مهمة قوي لازم تعمليها لأي حشوة قبل ما تسقطيها في الشوربه. يعني لو عامله حمام، عامله بط، محشي، عامله اي حاجه، هقولك على حاجه مهمه قوي لازم تعمليها عشان ما تفرقعش معاكي الحاجه اللي بتسويها. خلاص انا بعد ما حشيت تحت كتفتها. طبعا الفرخيه بيبقى فيها خرم من تحت كده، هنكتف الرجلين كلنا شطورات وعارفين الخطوه دي، تمام. هنحشي بقى الرقبه بتاعتنا، ودي اهم حاجه. عايزه اقول لكم الرقبه دي لما بتستوي كده وتاكليها يا سلام يا سلام على طعمها. بصوا خلاص هنكمل حشو الرقبة بقى كده او الزور بتاعنا، وهروح اكمل انا حشوها ونشوف هنعمل ايه. طبعا حطيت حلة على النار، هنعمل البوكيه جرنيه بتاعنا، او بمعنى اصح هنحط بصلايه، هنحط ورق لوري، إيه عايزه تحطي قرنفل حطي، عايزه تحطي حبهان حطي. انا هحط بصلايه، هحط ورق لوري، هحط شويه فلفل اسود. بصراحه ما كانش عندي جزر، لو كان عندي جزر بحب احطه قوي مع الشوربه. الحاجات دي بتدي يا جماعه طعم وريحه حلوه قوي للشوربه بتاعتنا. بصوا بقى دي الخطوه المهمه اللي قلت لكم ان لازم تعمليها في اي حاجه بتحشيها عشان ما تفرقعش معاكي. لو انت اول مره تعملي فراخ او حمام وخايفه يفرقع منك، لا هاتي خله او الستيكس او عصايه الشيش طاووق، ونبدا ان احنا ننغص الفرخيه بتاعتنا في كل حته. يعني بصوا في كل حته في الفرخه بديها خرم كده، كل حته اديها خرم. ليه؟ عشان خاطر لما احطها آه تبدا الشوربه تخش جوه الفرخه، تسوي الفريك معايا حلو، تسوي الفرخيه ما يبقاش فيها دم ولا اي حاجه، وما تفرقعش معايا خالص. واهم حاجه بقى تانية، تنزلي بالحاجه اللي انت هتنزليها في الشوربه على ظهرها، يعني تنزلي الفرخيه او الحماميه على ظهرها كده. انا قلت لكم كل خطوه عشان تعملي فراخ او حمام للعزومات بطريقه حلوه قوي. هنسيبها بقى لحد ما تستوي معانا. بصوا انا سيبتها لحد ما استوت معانا، بصوا ما فرقعتش، الفريك استوى معانا، خد تسويته وحقه. الفراخ طبعا بنعرفها استوت ازاي،
بنجيب سكينة سنها رفيع كده وننغزها فيها، لو ما طلعتش اي عصارة معانا يبقى كده تمام واستوت قوي. انا جبت هنا معلقة سمنة بلدي ومعلقة كاتشب او معلقة معلقة صلصة، وشوية ملح ومعلقة سمنة بلدي. وبدأت ان انا امسك الفرشة، وبصوا نخلي الفرخية دي مفيش حتة فيها باينة الا يعني نعوصها كده بالصلصة بتاعتنا. عايزة اقول لكم الصلصة لما بتخش الفراخ الفرن بتدي لون تحفة قوي، احسن من نحمرها. يعني عايزة اقول لكم لما بتخش الفرن بتبقى طالعة محمرة طعمها حلو. وبدل ما نقف نحمر في الزيت، وانتوا عارفين الزيت غالي اليومين دول فهنبدأ ان احنا نوفر على نفسنا ونحطها في الفرن. معلقة السمنة البلدي بتدي طراوة قوي للفراخ بتاعتنا، والصلصة بتديها لون حلو قوي. بصوا شكل الفراخ عاملة ازاي، عايزة اقول لكم تحفة قوي. طبعا الفريك زي ما قلت لكم حطيت له شوية مية وخليته يكمل سواه. مش قادرة اتكلم بصراحة، المنظر لوحده يجوع. ما تنسيش بقى تعملي لايك واشتراك وتفعلي الجرس، وهوريكي سوا الفراخ من جوه عامل ازاي، مستوية دايبة تحفة. التتبيلة اللي احنا تبلناها في الفرخة بالبصلاية بالليمونة بشوية البهارات اللي حطيناهم مدية طعم كده للفراخ مع الحشوة. واو يعني واو واو. جربي الطريقة دي وانا عارفة انها تعجبك قوي. لو عندك عزومة هتبقى تحفة أوي وهتشرفك قدام ضيوفك. تعالوا بقى نقطع حتة كده من الفرخة. بصوا مستوية خالص. عايزة اقول لكم ان انا ماسكة التليفون وبصور يعني بصور بايد وبقطع لكم بالايد التانية، فاهمين قصدي؟ في المقطع ده كنت ماسكة التليفون. بصوا الفراخ مستوية ازاي، بصوا مفيش اي دم ولا في اي حاجة خالص. طبعا الاسود اللي في حوالين الفراخ ده الفلفل الاسود والبصل والتتبيلة اللي احنا عملناها. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.